واحده بتقول انا ممكن اتفق معاكم ان غبي، بس ده ما يمنعش ان متاكده ان خطيبي خاين. طبعا احنا كبنات دايما عندنا الحاسه السادسه اللي بتخلينا دايما نشك في الرجاله ومش بنثق فيهم. المهم انا كنت بشك في خطيبي، وعلشان اكشفه عملت اكونت فيك وكلمه، وما شاء الله الاستاذ كان متجاوب معايا جدا. تحسه كده ان هو كان اكتر من موظف خدمه عملاء، لدرجه ان لو كنت سالته عن لون الشراب اللي لابسه كان هيبعت لي صوره رجله. بس انا كنت بنت اصول وقلت اديله فرصه تانية، وعملت اكونت تاني، وبرضه البي شغال ضحك وهزار ويبعت لي فويسات وحاجه اخر مسخره. فانا كرما مني قلت اتابع قانون مصري بيقول التالتة سبب، وعملت اكونت تاني وبرضه نفس الحكايه. وهنا خلاص انا قررت اسيبه وابعت له الذهب بتاعه مع اخوي. ولما جه عندنا البيت علشان يفهم ايه اللي حصل كان عامل نفسه ملاك بريء وانه مظلوم، وبيقول لي طب انا عملت ايه؟ فانا واجهت وقلت له على اللي حصل وان انا اللي كنت بكلمه. راح قام وقال لبابا بص يا عمي، اول اكونت للهانم اتحمست بزياده وبعتت لي فويس بصوت، والايميل الثاني كانت سايبه الرقم بتاعها ظاهر، والثالث كلمني بعدها بنص ساعه وما ضافتش حد غيري فيه. ده كان ناقص تكتب في البايو انا مش مريم. ونزلت دموع التماثيل وقال انا كتر خيري يا عمي اني مستحمل كل ده. راح بابا حضنه وقال له حقك عليا وكتر خيرك فعلا انك مستحمل. ودلوقتي انا عمال اسال نفسي هو انا فعلا غبيه ولا هو خاين؟ وليه هو اصلا رد عليا من الاول طالما مش بيتكلم بنات؟